النهارده هنروح نحضر ماتش في الدوري الاماراتي بين شباب الاهلي وخرفقان. وطبعا كنا رايحين الماتش ومش عارفين حاجه، وكنا عايزين نخش الماتش ببلاش، وفعلا كان في تذاكر ببلاش بس لازم تحجزها من على الموقع. فقالوا لنا لازم نحجز من الكشك دوت، وناخد تذاكر التذكره تقريبا ب20 درهم. وبعد ما خدنا التذكره وتمام وحجزناها ب20 درهم، بيحطوا لنا الاستيك ده في ايدينا عشان نخش ونطلع براحتنا. وطبعا جمهور شباب الاهلي اللي كان بيشجع الفريق طول الماتش الصراحه بكل شغف. والجو كان حر جدا بطريقة محدش فعلا يتخيل. احنا كنا قاعدين بنجيب عرق من كل حتة. فالجمهور دوت بصراحة المفروض ياخد جايزة ان هو ساب بيوته وجاي يتفرج على الماتش في الوقت ده. حرفيا الجو حر بطريقة مش طبيعية، يعني حرفيا مش مستحملين الجو عامل ازاي ولا متخيلين. عشان الجو كان حر جدا، كان في ناس كتير قوي بيوزعوا علينا ميه كل شويه، يعني كل شويه حد يجي ويوزع علينا ميه، وموجوده زي الراجل اللي ماشي هناك ده كان دايما بيجي لنا ميه ويوزعوها علينا. كان الموضوع بصراحه جميل، وكان في تفاهم بيننا وبين الكابو او الناس اللي موجوده، ودايما حاسين بالناس، فدايما كانوا بيجيبوا لنا ميه ويوزعوها علينا. وطبعا مش هتكلم عن ارضيه الملعب اللي زي ما انتوا شايفين تقريبا حصيره في الماتش، يعني ملعب جميل جدا جدا جدا. وارضيه الملعب عالميه بكل الطرق، عالميه 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 جميله، ما شفتهاش تقريبا في مصر الارضيه ديت. ففعلا ارضيه الملعب كانت على اعلى مستوى. والماتش بين خرفقان وشباب الاهلي، وصراحة خرفقان ما عملتش اي حاجة في الماتش خالص. ما كانش فيه اي هجمات منها، تقريبا فريق ضعيف في الدوري الاماراتي، فما كنتش شايف منها اي رد فعل خالص. او ممكن يكون حالته الماتش ده ما كانش احسن حاجة، بس ما كنتش شايف فعلا اي حاجة منه على ارضية الملعب. وكان لعيبة شباب الاهلي تقريبا مستسهلين الماتش. والغساني رقم 11 اللي هتجيله الكورة دلوقتي لعيب مبشر جدا، لعيب جامد جدا 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 في شباب الاهلي ومؤثر. وهو اصلا اللي جابوا الجنين في ماتش النصر السعودي لما كانوا بيلعبوهم في تصفيات المؤهلة لكاس اسيا. ففعلا لعيب جامد جدا جدا، وكان باين في الملعب قد ايه هو عنده جودة، ولعيب مبشر فعلا في الخير وهيفرق جدا مع المنتخب الاماراتي مع الوقت. وفي برضه جنيف رقم 6 بيلعب برضه في شباب الاهلي من اوزبكستان. لعيب كويس جدا جدا وسنه صغير، فعلا عنده كواليتي عالية، بيعرف يطلع بالكرة كويس جدا 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 تحت اي ضغط، وكورته جميلة، ولكن مش دستروير، وبيعرف يفسد الهجمات، ولكن طلوع بالكرة سليم جدا جدا جدا. وفي مساك اسمه رينيال البرازيلي اللي معاه الكورة دلوقتي، لعيب جامد جدا جدا جدا، بيعرف يطلع بالكورة، وفعلا كواليتي عالية جدا تسهل الدوري الاماراتي ان هو يبقى موجود فيه. وفي لعيب رقم 99 اسمه هو خيسيوس، برضو جامد جدا جدا جدا. هو تحت المهاجمين، ولكن تحسه كده من نوعية عمرو زكي، لعيبة جامدة جدا. طبعا زي ما قلت لكم الجو حر جدا، الحكم ادالهم دقيقة يشربوا فيها مية للعيبة وينزلوا يشربوا مية. واللعيبة رجعت تاني للماتش، والماتش كمل بعد الدقيقة اللي حصلت ان هم يشربوا فيها مية. وخلاص الماتش الشوط الاول هيخلص، وخلاص هم وبيعملوا المية، بيرشوا الملعب مية عشان الارض تبقى كويسة. ودي حاجة طبعا جامدة جدا، الملاعب زي ما قلت لكم جامدة جدا جدا جدا. ودي ناس بيصوروا بين الشوطين من الجمهور. طبعا طلعنا بره عشان نجيب شوية حاجة نشربها، بيبسي او مية، عشان الجو كان حر جدا جدا جدا. وعادي تطلع وتخش في اي وقت طالما معاك البلاستيكة اللي قلتلكوا عليها. والنتيجة كانت 2-0 في بداية الشوط التاني. بصراحة كانت تجربة حلوة جدا جدا، وشباب الاهلي كسب في الاخر 2-1. وصراحة هكررها بس مع ماتش الاماراتي لما انيستا يبقى موجود في الملعب هو وشباب الاهلي. كان عجبكم الفيديو متنساش تعملوا لايك وسبسكرايب. السلام عليكم.